إزاي صحفي يعني مشهور وكمان واخد جايزة يقضي سنتين كاملين بيحقق في أدلة قيامة المسيح؟ هدفه كان إنه يثبت لمراته إنها غلط خالص. وفي الآخر انتهى بيه التحقيق ده إنه يؤمن بيسوع كابن الله والمخلص. دي مش قصة فيلم، لأ، دي قصة حقيقية تماماً. بلاش تحتار، هنساعدك تختار المنيو، واخدك دهب، اختار اللي ينفعك. أهلاً بيكم في بودكاست المنيو، المكان اللي هيساعدك تختار هتتعلم إيه. النهاردة المنيو بتاعنا فيه طبق واحد بس لكنه دسم قوي، كتاب قضية المسيح للصحفي لي ستروبل. الكتاب ده بصراحة رحلة مش عادية خالص. لي ستروبل بخلفيته كصحفي تحقيقات جنائية وقانونية قرر ياخد قصة المسيح دي ويحطها تحت أصعب اختبار ممكن. بنفس الأدوات اللي بيستخدمها في شغله يعني. بالظبط كده، المنطق والأدلة وشهادة الخبراء. هو ما حاولش يثبت أي حاجة مسبقة، لأ، كان عايز يوصل للحقيقة وبس، الحقيقة المجردة. طيب حلو قوي، خلينا ندخل في صلب الموضوع على طول ونشوف أهم المحطات في رحلة التحقيق الطويلة دي. أول سؤال بيجي في بال أي حد، الأناجيل دي نفسها اللي بتحكي قصة يسوع دي كلام يتصدق أصلاً؟ ده كان أول سؤال بدأ بيه ستابل فعلاً. هو بحث مش بس في المكتوب إيه، لأ، مين اللي كتب وإمتى وإزاي الكلام ده وصل لنا النهاردة، وقابل خبراء متخصصين في المخطوطات القديمة، ودول أكدوا له إن النسخ اللي عندنا للعهد الجديد أقرب جداً لزمن الأحداث الأصلية. يعني أقرب من أي كتاب تاريخي قديم تاني زي كتابات قيصر مثلا أو أفلاطون؟ أيوة أقرب بكتير. وسترابل مرتاحش لكده بس على فكرة، عمل إيه تاني؟ راح يدور على أدلة من بره الأناجيل خالص. هل في مؤرخين في العصر ده يعني في وقت المسيح اتكلموا عنه أو ذكروه؟ وهنا بقى بتيجي شهادات مهمة زي يوسيفوس المؤرخ اليهودي وتاسيتوس الروماني وغيرهم، ودول ما كانوش مسيحيين صح؟ بالظبط، يعني مفيش أي مصلحة ليهم إنهم يأكدوا القصة دي. كتابات الناس دي بتأكد مش بس إن يسوع كان شخصية تاريخية حقيقية، لأ، دي بتشير كمان لتعليمه وقدرته على عمل المعجزات، وكمان قصة صلبه تحت حكم بيلاطس البنطي. دي شهادات بنسميها خارجية، يعني من بره الدايرة المسيحية، وبتدعم الخطوط العريضة اللي بنقراها في الإنجيل. طيب ده بالنسبة للكلام المكتوب والشهادات. هل في أدلة مادية ملموسة أو حتى علمية؟ أكيد، ستروبل ما سابش حتة، قابل علماء آثار وقابل خبراء تانيين. مثلا في اكتشافات أثرية زي بركة بيت حسدة في أورشليم، المذكورة في إنجيل يوحنا. هي دي ب5 أرواقتها. الاكتشاف ده بيأكد إن يوحنا كان بيوصف مكان حقيقي بتفاصيل دقيقة جدا قبل ما المكان ده يتدمر سنة 70 ميلادية. ده دليل قوي إن الكاتب كان معاصر للأحداث أو قريب منها قوي. تمام، وكمان قابل طبيب شرعي. الطبيب ده حلل طبيعة الآلام اللي اتوصفت في قصة الصلب، والنتيجة؟ أكد إن الموت على الصليب بالطريقة دي كان حتمي من الناحية الطبية، وإن فكرة زي الإغماء مثلاً دي مش واردة علمياً خالص مع التعذيب ده كله. وفي نقطة تانية كانت قوية جدا في الكتاب، وهي دليل النبوات. فكرة إن العهد القديم اللي اتكتب قبل المسيح بمئات السنين اتنبأ بتفاصيل دقيقة جدا عنه. ستروبل سماها البصمة الإلهية، فعلاً تسمية معبرة. هو بيعرض إزاي في عشرات النبوات، يعني مش واحدة ولا 2، لأ عشرات، عن مكان ميلاد المسيح وعيلته ونسبه وحياته وآلامه وطريقة موته وحتى قيامته. كل ده اتحقق في شخص يسوع بشكل مذهل بصراحة. يعني الصدفة صعب تجمع كل ده في شخص واحد؟ الاحتمالات الرياضية البحتة بتقول إن ده شبه مستحيل، مستحيل يحصل بالصدفة لشخص واحد بس. وده بيوصلنا للنقطة الأخيرة والأهم تقريبا، دليل القيامة نفسه. إيه بقى اللي أقنع صحفي متشكك ومنطقي زي ستروبل بفكرة القيامة دي؟ ستروبل فحص الشهادات شهود العيان كويس جدا، الناس اللي قالوا إنهم شافوا المسيح حي بعد الصلب، واعتمد بشكل كبير قوي على قانون إيمان مسيحي قديم جدا، صيغة محفوظة كده موجودة في رسالة كورنثيوس الأولى إصحاح 15. الصيغة دي قديمة قوي يعني؟
العلماء شبه متفقين إن الصيغة دي ظهرت وتعرفت خلال 2 أو 3 بالكتير قوي بعد صلب المسيح، ودي تعتبر شهادة قوية جدا جدا على إيه بالظبط؟ على إن الإيمان بموت المسيح ودفنه وقيامته في اليوم الثالث وظهوره لناس كتير ده كان هو أساس المسيحية من أول لحظة تقريبا. ضيف على ده بقى قصة القبر الفارغ والتحول اللي حصل للتلاميذ، كانوا خايفين ومستخبيين وفجأة خرجوا يجاهروا بالقيامة دي قدام الكل وما خافوش من أي تهديد. فعلا التحقيق ده شكله أعمق بكتير من مجرد النقط اللي قلناها دي. الكتاب واضح إنه مليان تفاصيل ومقابلات تانية كتير. أكيد، يعني لو حد عايز يتعمق أكتر الفهرس بتاع الكتاب لوحده يفتح النفس على القراية. زي إيه مثلا؟ مقابلات مع علماء آثار تانيين عن اكتشافات تانية بتأكد أماكن وشخصيات مذكورة في العهد الجديد. وكمان مقابلة تانية مع طبيب شرعي بيشرح أسباب الموت على الصليب بالتفصيل الطبي الممل. ده غير مناقشة الاعتراضات والآراء المضادة زي أفكار مؤتمر يسوع مثلا، تحليل نفسي لشخصية يسوع، وأسئلة تانية زي هل في تناقض بين طبيعة يسوع البشرية وطبيعته الإلهية؟ وإزاي النبوات دي تعتبر زي البصمة اللي مفيش زيها للمسيح؟ وطبعا قصة تحول ستروبي للشخصية من الإلحاد للإيمان وإزاي البحث ده غير حياته كلها. الكتاب فعلا بيقدم رحلة بحث منطقية ومنظمة خطوة بخطوة لأي حد عايز يفحص الأدلة دي بنفسه. أيوة، بيقدم الأدلة ويسيب القارئ هو اللي يوصل لاستنتاجه. وعشان نسهل الموضوع أكتر هتلاقوا في وصف الحلقة رابط معمول بالAI. الرابط ده تقدروا تسألوه أي سؤال يخطر على بالكم عن محتوى الكتاب ده وهو هيرد عليكم فورا. ده ممكن يغير إيه في نظرتنا للحياة ونفسنا. سؤال مهم للتفكير فعلا. قولوا لنا في التعليقات تحبوا المنيو الجاي نقدم فيه إيه؟ إيه الكتاب أو الموضوع اللي شاغل تفكيركم الفترة دي ومحتاجين تعرفوا عنه أكتر؟ مستنيين اقتراحاتكم وأفكاركم. بودكاست المنيو، وقتك ده، اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.